لا، كيخاف عليا. لا دار هكاك حيت كيبغيني. لا درت هكاك حيت كتغير عليا. سلام. حقيقة في دقيقة ولا خبر؟ حب التملك اللي للأسف في المجتمعات العربية ديالنا بزاف كيفهموه غلط وكيخلطوه مع الحب الحقيقي. نعطيو مثال ديال الازواج والناس اللي كيكونوا على علاقه عاطفيه. فالنهار الاول فاش كيتلاقاو واحد جوج ديال الناس كيبغيو بعضياتهم اولا كيتعجبوا بعضياتهم، فمن خلال داك الشخصيه ديالهم ولا طريقه التفكير ولا المظهر ولا الشكل ولا الحوايج كيعجبوا بعضياتهم وكيكملوا في ديك العلاقه. موراها كيتزوجوا. فاش كيدخلوا العلاقه الزوجيه كيولي احد الاطراف كيطلب من الشخص الاخر انه يغير الطريقه ديال لبسه، الطريقه ديال الحوايج ديالو، يمنع عليه مثلا يدير واحد الحاجه، يمنع عليه مثلا الخروج في توقيت، او لا يطلب منه انه يغير الشخصيه ديالو ولا التفكير ديالو ولا المنطق ديالو ولا المبادئ ديالو. فهنا كيولي حب التملك، واللي هو اضطراب نفسي، ولا كيكون عنده نتيجة عن مشكل عنده ولا عن تجربة عنده ولا تولد خلال داك العلاقة. فهنا راه مشكل خطير وبزاف، حيت هنا راه مكيبقاش كيبغيك ولا كتبغيك. فهنا خصك ترجع بخطوة اللور وتحاول تشوف شنو المشكل في العلاقة، وتحاول تعرض العلاج على الطرف الآخر. ولا ما كانش الطرف الآخر عنده قابلية للعلاج ولا ما كانش علاج لداك الموضوع، فمن الأحسن أنك ترجع لور وتنهي ديك العلاقة، حيت ديك العلاقة خاطئة. أي واحد غيبغي يغيرك ولا غيبغي يغير الشخصية ديالك ولا المبدأ ديالك فراه ما كيبغيكش الا وكيعتبرك كانك اداه كيلون فيها وكيشكل فيها كما بغى. حنا ما كنهضروش على فاش الطرفين كيكونوا راضين على واحد التغيير المصلحه الشخصيه ديالهم ولا المصلحه النمو الذاتي ديالهم، انما كنهضروا فاش الشخص كيبغي يغير الشخص اللي قدامه بالكامل بحجه انه كيبغيه ولا كيخاف عليه ولا كيغير عليه، لانه غير سلوكنا.